عندي موضوع الصراحه اللي هو من لجنه انضباط اللي يعاقبوا لاعبين نادي النهضه. صراحه يعني مع الاسف ان شاهدنا بالصور والاحداث. تم استدعاهم الشرطه بعد. معلش خلى الامن ولا الشرطه. انت قصدك يعني الامر الرياضي. شوف حصل من سنتين في وادي الدواسر اعتداء على الحكام بهالطريقه. لجنه انضباط وقفتهم سنتين. الان نقول 9 شهور. يا اخي مو معقول. ان توقعنا يعني كان تابعين للتحكيم او يعني حريصين على الحكام الجدد انهم يعطون انه على الاقل حتى يشطبون. هذا يا اخي هذا كيف يقف قدام اهله؟ صحيح. لا اللي قفز هذا المفروض ما عاد يمسك كوره. احنا نقول حتى ما يشتري كوره. يا اخي 9 شهور ليش؟ وليش اللاعبي اللي هو اللي في وادي الدواسر على سنتين؟ ايش هذا تباين عندكم بالانظمه؟ ولا كل من جاء رئيس لجنه الانضباط غير الانظمه على نظرته. صراحه انا لما اتابع الانديه تصيح من لجنه الانضباط اقول لا، لجنه الانضباط هي الصح، بينما لا. لكن انا شخصيا جزاهم الله خير ما شكلوا لجنه يا رجل. كل قضيه تصير الصراحه بعد يعني توقعتهم ينظرون للحالات السابقه. سنتين وقفوا اللاعبين. لا يمكن تغيرت اللائحه. ليش تغيرها؟ عليش تغيرها؟ ما ادري انا اقول يمكن لا قبل سنتين. قبل سنتين كان في لائحه وعوقب فيها. انا اقول اتمنى انهم يرجعون للانظمه هذه. يا اخي لاعب يعتدي او لاعب او 5 لاعبين يعتدوا على اقصى عقوبه. مع الاسف يعني هذا حتى انت ما تشجع الناس اللي تحكمون بالتحكيم. خصوصا ابو سلطان ان اللاعبين ناشئين. وهذا ما الحكام ولا قطع والحكم ناشئ يعني. وهذا الحكم برضه يعني يعتبر من النخبه الاسيويه. الان هو في اعداد التطوير صغير وداخل على النخبه في برنامج الاسيوي. يعني حرام علينا كذا. اللي هو الحكم عمر الشهري. يعني اللي في مباراه النهضه قصدك. ايوه انه لازم نشجع زي الحكام يدخلون هالمجال. انا يمكن قرأت اليوم ان الحكم بيعتزل يترك التحكيم. اذا اللجنه تعبوا عليه 3 سنوات تقريبا والان اعتراضها على العقوبه ولا على الحادثه؟ لا حتى على العقوبه يا اخي الجميع احنا معترضين على العقوبه. عليش 9 شهور؟ اذا اللجنه السابقه سنتين اللاعبين الوادي الاخضر اعتقد وادي الدواسر تجي انت تحط 9 شهور؟ على فكره 9 شهور بكلامك اللي الان تقوله الدوري الان بيقرب يخلص 5 شهور منها اجازه تقريبا. لا هي اخر مباراه تبدا من اول الموسم. إيه؟ يعني قصدك من الموسم القادم؟ إيه لانها اخر مباراه. لكن انا ما ارضى بهالطريقه. ولا وراحوا اتجهوا للاشياء الماليه. احنا وش الحكم بيطول شيء من الاشياء الماليه هذه؟ والله انا مع تقصد من يرد اعتباره؟ هي ردة الاعتبار. صح. القرار لم يكن منصف. القرار لم يرد اعتبار الحكم. من وجهة نظر الشخصية كي تبني ثقة للحكام وتردع يعني من تسوي له نفسه من اللاعبين شط. هذه شط ما فيها كلام. ولا يمكن أن أرضى أن يوم من الأيام هاللاعب ذا أشوفه يلعب. ومتأكد أنه لو كمل لعب كل الحكام يعني نفسيا خلاص زميله منهان. والله انا اقول انت تركز على اهله ما اهله. انا اتكلمك عن قيم كرة القدم. لا وبتشجع انت السنوات القادمه ان اللاعبين برضه زي كذا يرتكبون نفس الاخطاء. بسألك سؤال، هل مجبر يدفع اللاعب؟ المبالغ لا النادي. طيب لاعب تلقاه لا يهش ولا ينش وخلاص تارك ومثلا والحكم اخطا عليه مثلا في قرار قانوني صح ولا لا؟ 20,000 ومع السلامه خل الكره لك. على فكره والعب بالحواري يمكن يكسب اكثر. على فكره ابو محمد انا احيي اداره نادي النهضه. صح وقفتهم سنه 6 شهور وقفتهم. هو الانضباط 9 شهور يعني ولجنه الانضباط 9 شهور. شط انا اتمنى ان يشطبون هاللاعبين على الاقل حتى يكون هذا رادع لغيره. اذا انت تقول لا والشيء الاخر بس انت تتعامل مع لوائح صحيح انها متفاوته ويختارون اللي يبون واللي يبغون، لكن اعتقد ما عندهم لوائح يقولون في شطب او ما عندهم اكثر من المده هذه، فيتعاملون مع لوائح او انظمه معينه قد يطبقونها ما ادري ايش من ماده كذا الى ماده كذا ويبغى على كيف سطام القرار عندك انت وانت في مثلا مسؤول في لجنه الانضباط تشاهد هذه المشاهد. انت كلاعب بدات من الفئات السنيه وطلعت الفريق الاول واسمك معروف في المنتخب وفي النصر زين. قدامك هذا الحاله الان تقيمها هذا اللاعب وش الحل معاه؟ وش الحل معه ومع الجيل اللي قاعد يناظره الان؟ شوف انا ما حروح اشطبه صراحه. ما حنهي حياته وهويته ومهنته واشياء شطب لا، لكن يعني في لعيبه اوروبيين شطبوا لانه مثلا صاروا زي حركه النازيه.
شطبوهم. هذه ما يشطبون. ايوه خلى يركل، ايوه خلى يركل ويرفس ويضرب الناس ويسوي عنتر على خلق الله ولا تشطبه. لا زي هذا ارمى في الشارع. ايش لا الشيء الثاني ترى يعني أنا اللي أنظر أنه في أخطاء، يعني نفس يعني الأمن ما حضر إلا 1 أو 2 ذكروا. هو عاد ترى على حسب. الشيء الثاني لما يكون الخطاب موجه مثلا من الأمانة إلى شو اسمه لجنة الهيئة اللي هو فرع الهيئة في الشرقية، مكتب الهيئة، المفروض أنهم يبلغون ويطلبون عدد كذا من الأمن. هذه مباريات في النهاية. شوف معجب ترى هي على حسب الحالات. درجة أولى فريق ممتاز، يعني درجات مثلا أولمبي، زي ما حدث مع اللاعب النصراوي اللي يوقف مدري كم وغر مدري كم وهو صغير في الأولمبي أعتقد عشانه راح فرح قدام الجماهير. وشفناه على الناشئين. نعم. وشفنا كيف صارت على العابد على انه فريق الممتاز وفريق فوق، يعني الأولمبي يختلفون ودرجة ثانية يختلف والدنيا تختلف، عندهم أنظمة. المفروض تعرف كيف، المفروض في كل مباراة لها ستاندرد معين. مثلا الناشئين خلاص ما تبدأ المباراة إلا بوجود مثلا 3 رجال أمن. لا ما يكفي 3. إذا تشابكوا الشباب 3 تمسكهم. لحظة عشان مثلا أقول مثلا 3 في مباريات الناشئين مع سيارة الإسعاف هذه لازم تكون موجودة. مثلا درجة أولى تقول لا والله دول المفروض يكونون 5 10، يعني تحط. أنت وجهة نظرك كمثل مش كعدد، صح؟ إنه ما تقام المباراة مثلا. إيه لا مثال مو بس كعدد. يا محمد مو بالمشكلة في رجال الأمن. في مباراة في الشعلة كانت مهمة، رجال الأمن اللي يسألون والحكام كم الاحتياج، لا يسأل هو. الأمن ما يقصر، ما له دخل، زي ما قال لك معجب على المكتب. يعني أنت تجي ايش تقول، يقول لك كم، يقول لك والله أبد لو جاتنا سيارة واحدة. هذا اللي يقصده أبو راشد، هذا اللي يقصده. الأمن لو تقول له جيب لي فرقة، يعني هذه المباراة اللي كانت على أرض الشعلة مع أنها ما كانت مع فرق ممتاز، جت فرقة طوارئ من الرياض كامل، لأن المباراة مهمة. صح. جت فرقة طوارئ المهمات الخاصة. أنا هذا اللي أقصد، كانوا موجودين قوة المهمات الخاصة اللي يجون في الملاعب. أنا هذا اللي أقصد، أنا مش الشرطة اللي تحدد كم، أنا أقصد المكتب. أي أنت عندك عارف الوضع، مكتب الهيئة إني حاط مغلوب درجة شباب، حاط عندي مثلا خلاص حاجة معينة. مباريات الناشئين يفترض أن يكون فيها، عشان بس نغير 3 10 رجال أمن مع سيارة إسعاف. إذا ما هي موجودة ذي ما تقام. درجة أولى مثلا نقول 20 رجال أمن مع سيارة إسعاف، إذا مين موجودة، يعني حاجات كذا في الهيئة تقول ما تقام المباراة. يعني مثلا لاعب طاح ما في سيارة إسعاف، يعني في ناس ممكن يفقد حياته. يجي عبد الكريم الحمد بسيارة لا بس مثل ما صارت مع نادي الرياض وشالوه. قاعدين نشوف سيارات ونيتات، سيارات عادية خاصة تشيلهم. كل هذه غلط المفروض تصير. خلينا نسمع بس. أنا والله مقدر يعني الكلام اللي قلته، وأنا أعرف أنك تتكلم صحيح، وأنا من الناس يعني حتى على مستوى الأخطاء التحليل التحكيمي أنا ما ناقش الحكم، لأنه خلاص أنا مؤمن بالتخصص، يعني حتى النواحي الفنية مؤمن فيها، يعني فلما يتكلم شخص فني أحاول أستفيد وأطور مشاهداتي للدوري السعودي. لكن كرة انطباعية، أنا بعطيك رأي انطباعي. هذه لوائح منقوصة، وأنا أشوف أن المتسبب في قضية نادي النهضة واللعيبة نادي النهضة متسبب فيها المكاتب الفرعية للهيئة. صح. وللأسف أنها لم تعاقب ولم تراقب ولا في واسع يعني حتى رقابي. عرفت؟ مدة الإيقاف اللي ذكرتها صراحة هذه مجحفة في حق التحكيم وفي حق الحكم وأسرته وذويه. كلام سليم. أنت في الشارع يعني كرة القدم منافسة شريفة، مدة اليد فيها محرمة دوليا، فما بالك بالاعتداء الجسدي وعلى الحكم اللي هو قاضي المباراة. يعني أنا بشوف المسألة إنه لجنة الحكام هذه ناقصها تثقيف. عالم هي عارفة كرامات الإنسان. لجنة الانضباط. عرفت؟ ولجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، لا يعني ما عندهم تقدير لكرامة البشر. عرفت؟ ولا المناظر اللي طلعت في الإعلام دي، نعم. المناظر اللي طلعت في الإعلام دي قسما بالله أحولهم على التحقيق والدعاء العام. هم تحولوا والله العظيم تحولوا. ليه؟ حكم انا اخسر وحكم شاب اخسر وممكن يحقق لي انجاز دولي تشكل فيها على حساب هذا تشكل لجنه. شوف وين اصبح هذه تشكلها لجان. صح. هذه تشكلها لجان من اساسه تتشكل لجنه. المكتب صح او الامن اوقات المكتب يقول انا ارسلت للامن. صح. ممكن مقصر. يعني احنا كان عندنا اول يوصونا انك اذا جاء عندك مثلا رجل امن 1 أو 2
تذكر عددهم 2 أو 10 في التقرير. بعضهم الأمن لما يجي يحضر خاصة في المناطق خارج منطقة الرياض، أنا أتكلم عنها لأني حضرت، أو تيجي واحد ويمشي بين الشوطين بعد، يمشي بين الشوطين، أنت تذكر أنه تحرك من الملعب الساعة كذا، لأنه ممكن هو يرتكب جريمة، هو نفس رجل الأمن هذا برا، أو يرتكب حادث أو حاجة، يقول لا أنا في الملعب. رجل الإسعاف لازم تذكر أنه تحرك من الملعب، وهذه كنا نذكرها. أنا أقول مع الأسف ان في اهمال في المكاتب زي ما قال ابو فيصل. دورات الحواري انا تؤخذ خطابات من الهيئه وروح صوره منها للشرطه وصوره منها للاماره وصوره منها للاماره. صحيح. سمعت النهايات دورات الحواري تطلع 4 سيارات. معجب كمراقب. شوف كيف الخبره. انا بقول لك حاجه، لقيت الانضباط عندها لوائح منقوصه، ودائما اللوائح المنقوصه مؤذيه، والمؤذي للنفس البشريه لا يقبل. من الاساس يكون في حزم. فلكن هذا رجال الانضباط، وهذول هم مشرعين اللوائح، جالس في المكتب، ولكن لما يهان واحد زي ذا يعدي عليه موقف زي هذا حيعرف ان الله حق. هذا الكلام. شوف انا لاحظت صراحه المشكله هذه قاعده تتكرر من فتره، انه مره نشوف سيارات اسعاف تدخل، وين ليش ما جبتوا؟ والله مكتب الهيئه خاطب ما ادري عارف ايه، رجال الامن ما جو، نفس المشكله. حتى المشاكل اللي تصير، المضاربات والمشاكل وكذا، دائما يصير ما فيها رجال امن او العدد قليل. فلذلك انا اقول يعني اتمنى يعني من الهيئه الرياضيه ان هذا الموضوع يؤخذ بعين الاعتبار وتحل هذه المشكله. ظاهر ما جبت في قرارات اذا ما جاوا رجال الامن الحكام ما يقومون المباراه. ما يبداها. انا اقول مع الاسف في ناس تحمل حتى مقيم المباراه، المفروض انه يعزل الحكام انه ما تبدا المباراه. والله ابو سلطان عنده مشكله. ابو سلطان شوف، اللقاءات اللي تقام في الهجر والمحافظات هذه يعني اوعزوا للحكام، ما تحكم اي مباراه لو في سيارات امن هنا او في رجال امن، ولا اسحب طاقمك واضرب الباب. شوف تعرف يا ابو فيصل لو يسويها الحكم مره، هل عندك ثقه باخلاقيات وسلوكيات اللاعبين؟ لا بالعكس، لا ما تدري. انت ما تعمم الفضيله في نفس الوقت ما تعمم المنكر. والله انا والسلوكيات الخاطئه. حصل مره في ملعب الصايغ درجه الشباب بين سدوس والشعله، المباراه ماشيه تمام، انتهت المباراه دخلهم للغرف. يعني حصل شيء غير طبيعي. لو ما عندنا 15 من رجال الامن، لان يعني بالاصح في منطقه الرياض، في الرياض يجي رجال امن، يجي عدد كافي والله حصل، لانهم هم شباب عندهم القوه. يمكن الكبار درجه اولى ترى يعني بعضهم يستحي ويهدي ويعني فيه، لكن ترى الصغار ما يعرف خلاص. صحيح. فانا اقول الناشئين والشباب يجب ان نحرص عليهم. بعضهم يرسلوا لرجل امن واحد عليه شو يسوي هذا؟ جالس في سيارته. سلطان اقول لك شيء، تعرف لو لجنه التحكيم شددت على حكامها ومراقبينها انه اذا ما يكون موجود فيه رجال امن وتلغى المباراه دي، ما تقام المباراه هذه مرتين، والحكم بيتعدل الوضع. يقدر بيتعدل الوضع، لكن طالما انه قاعد يمشي هو الحكم على الحكم. تدري ليش محمد؟ عارف ليش؟ عارف شو السبب؟ السبب لانه مثلا على سبيل المثال تيجي 20 مباراة كلها نفس الحكاية، ما فيها رجال أمن ولا يصير شيء، فيقولون خلها تستمر ما في شيء. طيب هي على لكن لا أنا أقول لك لو الحكم يرفض إقامة المباراة، حتى لو التزم الأمر حتى لو التزم الأمر الفريق المضيف يخسرها 3-0 إذا ما في جاهزية للمباراة وما في احترام للقوانين. المكاتب يجب أن يكون يساعد، ما له دخل ذي المكاتب هم اللي لهم دور. لا لكن لما يسوونهم يعني احتجاج من الحكام للحفاظ على سلامة حكامهم. لا والشيء الثاني تقول أنا ما أقيم المباراة، يعني كاحتجاج مؤدب على المنظومة الرياضية أنكم تهتمون في الموضوع ده. بس الجزئية قبل ما يمشي. الشيء الثاني هي تصفيات مناطق المملكة، يعني فريق جاي من الرس، فريق من الدمام، المفروض أن الجميع يحرص، لأن في خروج مغلوب، الجميع يحرص، لأن إذا تواجد الأمن ترى حتى اللاعب يعطي في الملعب، أنا بجد. لكن إذا شاف حس ما في أمن وما في شيء، يجي تفلت بين اللاعبين مع الحكام أو حتى مع المنافس. أنا أقول بجد يعني المفروض أن المكاتب يكون له دور عظيم، متابعة الأمن، هل وصلتوا الملعب، كم عددكم، واللجنة طيب الإسعاف هل متواجد، سلطان، واللجنة أيضا اللجنة المفروض أن هي ما تتساهل. نعم، تقول أنا ما تقام المباراة، المفروض هي تقول كذا. سلطان معجب الدوسري محلنا التحكيمي، شكرا جزيلا.